عموما قطر كان مردودها مخيب، وكان أدائها تعيس. ولم تكن في مستوى لا حفل الافتتاح ولا تنظيم قطر للمونديال لحد الآن. طبعا وشفنا عدم رضا في الأوساط الجماهيرية والإعلامية القطرية، ولو أن القطريين لم ينظموا المونديال من أجل أن يفوزوا به، لا، نظموا المونديال من أجل أن يقولوا للعالم بأننا هنا، من أجل أن يبنوا بلادهم، من أجل أن يرتقوا إلى مصاف الدول القادرة على صناعة الحدث. المنتخب السعودي حقق مفاجأة كبرى. مفاجأته ليست فقط في النتيجة ولكن حتى في الأداء. أنا شفت منتخب سعودي جريء ومصر وعنده إرادة كبيرة وروح عالية، فنيا وفرديا وجماعيا كان قوي جدا، وتكتيكيا كذلك كان قوي. أكدها في مباراته الثانية أمام بولندا، ولكن واقعية البولنديين في نهاية المطاف هي اللي فازت، وتبقى عنده حظوظه في التأهل للدور الثاني. المنتخب المغربي لعب مباراتين رائعتين، خاصة نعاود نرجع لك، كان فيه شويه حظ لانه المنتخب الاسباني الى غايه الدقيقه ال 120 اتيحت له فرصه ضربه في العارضه، فبالاضافه الى فرص اخرى اتيحت مثل ما اتيحت للمنتخب المغربي. التوفيق مهم في كره القدم. اسبانيا نعاود نقول لك لم تكن مرشحه للفوز بكاس العالم. نعم، بالنسبه للمنتخب المغربي هل هذا الامر يعود الى تغيير المدرب، مجيء وليد الركراكي بعث الروح من جديد في المنتخب، ام انه المنتخب المغربي قوي حتى بدون مدرب، لانه يمتلك اسماء عالميه؟ نتحدث على الاذرع الهجوميه، على الجهه اليمنى حكيمي زياش، على الجهه اليسرى المزراوي بوفال، عندهم راب. حفيظ، كيف تراها المغرب البرتغال؟ صعب 50-50 في كل المباريات الان في الدور ربع النهائي. يكذب عليك من يقول الا البرازيل كرواتيا حتى 80-20 حتى ولو لا حتى ولو كله حظوظ متساويه اعتقد بشكل كبير جدا. تلعب على جزئيات وتفاصيل، مع بدايه المباراه تتضح الامور، ولكن على الورق الناس اللي وصلت الدور ربع النهائي كلها عندها حظوظها. طبعا المباريات راح تكون مختلفه، مش البرتغال لن يجد سويسرا التي لعب معها البارحه، والمغرب لن يجد اسبانيا بسوء الحظ الذي وجده البارحه. ممكن البرتغال عنده حسن حظ كثير وعنده توفيق كثير. المنتخب اللي سجل 6 أهداف يقدر يسجل هدف أو 2 على الأقل. المغرب يدرك ذلك والبرتغال أيضا يدرك ذلك، مفتوحة على كل شيء. وبعدين أعتقد بأن المغرب راح يلعب بنفس الشكل اللي يلعب بها أمام إسبانيا، نسخة كربونية من راح يلعب بنفس الشكل أكيد، ما راح يغامر. لأنه لو تفتح اللعب مع البرتغال، شفت البارح سويسرا سجلوا عليهم الهدف الأول خلاص انفتح اللعب. لو تفتح اللعب مع البرتغال تدفع الثمن غالي. فأكيد مدرب ركراكي راح يغلق اللعب قدر المستطاع على المنتخب البرتغالي مثل ما أغلقه على منتخب إسبانيا، ويتحين الفرصة ويتمنى أنه لا يقدر المنتخب البرتغالي على الوصول لمرمى بونو الذي كان متميزا. وأعتقد بأن مباراة البارحة نتاع بونو قوته أكثر وكبرته أكثر، مثل ما تقوى المنتخب المغربي ونضج فرديا وجماعيا وفنيا. فيه نضج كبير. انت تكلمت على كثير من الاسماء، هذه الاسماء عندها 10 سنوات تلعب في المنتخب، تلعب في المستوى العالي مش في المنتخب بالضروره. فنضج كبير جدا، ومع الوقت وبعدين الخسائر والهزائم والانتصارات هذه كلها تكبر اللاعب وتكبر المجموعه، سواء فيما يتعلق بكاس العرب او فيما يتعلق بكاس افريقيا. هذه الاخفاقات تكبر. هذا اللي نتمناه احنا، لانه مثل ما قلتها معك، اعتقد قلت بانه يجب ان نستفيد من الاخفاق ومن النجاح كذلك، الاثنان معا. حتى النجاح تستفيد منه لكي تصحح، لانه من نجح في الفوز بكاس العالم ليس بالضروره كان الافضل. صح، نعم صح. وبالتالي فيه نقائص يجب ان يصححها مع الزمن. فما بالك بالذي اخفق؟ الذي اخفق يجب ان يصحح اشياء كثيره، والذي نجح اكيد سيصحح. الان لو يفوز البرتغال بكاس العالم اعتقد ايضا بانه سواء هذا المدرب او الذي بعده يقول لرونالدو بارك الله فيك. فهو عارف جيدا بانه لم ياتي الى قطر من اجل التتويج بكاس العالم. حفظ، مشكله الاستحواذ السلبي. المنتخب الاسباني صحيح يسيطر، يستحوذ على الكره، ولكنه ما عدا مباراه كوستاريكا لعب امام لا شيء. في المباريات الاخرى لم يستطع الوصول الى الشباك في مرات كثيره، وانهزم امام اليابان وادخل الشك في نفوس محبيه. الاستحواذ ارتبط بالبارسا، والاستحواذ ارتبط بوجود لاعب اسمه ميسي فك العقد. اليوم منتخب اسبانيا ما عندوش لاعبين بحجم ميسي. قول ميسي ارجنتيني، ولكن تيكي تاكا مشات مع ليو ميسي. فلازم لك فرديات تفك العقد، ولازم لك فرديات تصنع الفارق، مش فقط الاستحواذ. انت تتكلم على الاستحواذ السلبي، الناس تتكلم على الاستحواذ. المهم الاستحواذ مش فقط انه لازم تسجل او تفوز، الاستحواذ انه انت مانع الخصم من الكره ومانع
مرماك من الخطر، فهذا ايضا شيء مهم بالنسبه للكره. الاستحواذ بالنسبه لاسبانيا صار تقليد وصار امر عادي جدا، ولكن الان التفكير في من يصنع الفارق بعد الاستحواذ، لانه هناك 3 حاجات في الكره: هناك استرجاع الكره، الاستحواذ عليها، ثم بناء اللعب من اجل تسجيل الاهداف. هم عندهم القدره على الاسترجاع، شفت الضغط اللي مارسوه حتى البارح. رودري كان قلب دفاع، كان يلعب قريب في ال 25 متر تاع المنتخب المغربي، يعني متقدم بشكل كبير جدا. صحيح. ولكن انت ولا تلعب لوحدك، في منافس، غلق المنافذ كلها على الجهتين، وغلق ايضا في النص بعدد كافي جدا من اللاعبين. نعم. بالنسبه للمنتخب المغربي، هل هذا الامر يعود الى تغيير المدرب، مجيء وليد الركراكي بعث الروح من جديد في المنتخب، ام انه المنتخب المغربي قوي حتى بدون مدرب، لانه يمتلك اسماء عالميه؟ نتحدث على الاذرع الهجوميه، على الجهه اليمنى حكيمي زياش، على الجهه اليسرى المزراوي بوفال، عندهم رابط ايضا في وسط الميدان لاعب مقاتل وشرس. في اعتقادك ما هي ابرز مفاتيح لعب المنتخب المغربي، وما هي ابرز نقاط قوته ونقاط ضعفه؟ ابرز نقاط قوته وليد الركراكي، لانه استطاع انه يخلق مجموعه متجانسه متفاهمه، ازال عنها كل الهواجس والظنون، جعلها تلعب تتصرف كاليد الواحده، وهو نفسه كان لاعب، وبالتالي استطاع ان يضع ثقته في هؤلاء اللاعبين. شفنا انه في منتخبات كبيره عندها نجوم، لكن لا تستطيع في الملعب ان تؤدي بشكل جيد. اهم حاجه في الفريق ان يكون عندك مدرب قادر على السيطره على اللاعبين، قادر على الحديث اليهم بحيث يخرج كل ما لديهم من طاقه وقدرات ذاتيه ودوافع ذاتيه، وهذا شيء مهم جدا في كره القدم. منتخب الركراكي بالامس وضع خطته واسلوبه المناسب لهذه المباراه. صحيح المنتخب اسبانيا استحوذ اكثر المنتخبات استحواذا حتى الان، حتى خروجه بالامس هو منتخب اسبانيا، لكن كيف فكر وليد انه يدخل هذه المباراه، وما هو مطلبه من هذه المباراه، وما هي الاستراتيجيه التي سيلعب بها؟ لعب على استراتيجيه الدفاع المتاخر، بحيث انه يعلم انه لا يستطيع ان يراجع. لم يلعب بالنار عندما تاخر لاعبوه كثيرا في الذود عن مرماهم. شاهدنا المنتخب الاسباني يصل في اكثر من مره الى عرين المنتخب المغربي. صحيح، لكن هو لعب ايضا على التكتيك المضاد وهي الهجمات المرتده، وصنع فيها كثير من الخطوره واضاع الكثير من السوانح، وبالتالي القراءه ايضا لوليد الركراكي كانت جيده، خياراته للعناصر كانت ممتازه، تفاعله مع اللاعبين وقدرته على ايصال الرساله اليهم ليؤدوا في الملعب بكل اريحيه كانت حاضره. الركراكي صنع منتخب مكتمل يحتاج الى قليل من الحظ الان لمواصله هذا الدور الرائع والتاريخي بالنسبه للمنتخب المغربي في هذه البطوله. ايضا المنتخب المغربي لديه حلول عكس المنتخب الاسباني كما تحدث استاذ عفيف. انت تمتلك الكره، لكن اين هي الحلول؟ ليست هناك حلول، لا حلول فرديه، لا حلول جماعيه، ولا تكتيك فردي. لم نشاهد اكثر من مخالفه ثابته، مواقف ثابته على قوس منطقه الجزاء، اكثر من ركنيه. هل اذا كان راموس موجود كان سيستفيد من هذه الركنيات من المخالفات؟ ركنيات واحده من الحلول. الدقه في تنفيذ الكرات بالقدم او بالراس واحده من الحلول. الفضل اذا يعود للمدرب، للاعبين، وايضا للجمهور. الجمهور ايضا اكيد. تخيل تذكره مباراه المغرب اسبانيا وصلت الى $1500 في السوق السوداء، اكثر من 30 مليون سنتيم بالعمله الجزائريه. نعم، الجماهير المغربيه من اكثر الجماهير العربيه المتواجده هنا في الدوحه بعد السعوديه. السعوديه الان غادرت، ولكن شاهدنا كيف ساعد الجمهور المنتخب المغربي في الفوز على المنتخب الاسباني. نعم، المنتخب البرتغالي امس حفيظ كشر عن انيابه وافترس سويسرا 6 أهداف كامله مقابل هدف واحد في غياب الدون كريستيانو رونالدو. لا، غياب الدون كريستيانو رونالدو مثل ما تقول يجب أن نتحدث عنه في سياق آخر، في سياق عاطفي أكثر من ما هو فني. عاطفيا أي نعم نتكلم عن غياب رونالدو، لكن فنيا وواقعيا البارحة نتكلم عن البرتغال، نتكلم عن اكتشاف البطولة، صاحب الهاتريك غونزالو راموس هكذا ينطق في البرتغال. أعتقد بأنه البرتغال البارح هنا الفرق يظهر محمد بالنسبة لمباريات دوري المجموعات ومباريات خروج المغلوب، أمر مختلف. مباريات دوري المجموعات دائما تفكر بأنه عندك فرصة للتعويض في المباراة الثانية، وبعدين لا تلعبها مش بنفس الروح، بنفس الإصرار والعزيمة. مباريات خروج المغلوب انت عارف بأنه تغلط تخرج، تغلط تخسر، معناها لما تخسر تخرج. فالبارحة المنتخب البرتغالي اللي نعرفه بأنه عنده من القدرات الفردية والجماعية والفنية والتكتيكية، ومدربه كذلك عنده قدرات كبيرة جدا. خسارة وحرام هذا الجيل لا يفوز بكأس العالم، سواء اللي فاتت أو هذه بالدرجة الأولى.
البارح تقول لي كشر على نياب، والبارح شفنا الوجه الحقيقي للبرتغال عندما يجد نفسه في موقف يجب ان يفوز ليتأهل الى الدور ربع النهائي امام منتخب البارحه سامحني كان ضعيف. البارحه المنتخب السويسري كان ضعيف. انا كنت اتصور بان سويسرا ستكون نفسها سويسرا لواجهه صربيا والتي اقصت فرنسا من اليورو الماضي. ولكن كان الامر مختلف، لانه المواعيد الكبرى في كره القدم سواء مباريات او دورات عندها ذهنيه خاصه وعندها ثقافه وعندها تقاليد. السويسريون لا يملكون هذه الثقافه ولا التقاليد ولا الخبره ولا التجربه اللي عنده البرتغال وعنده فرنسا وعنده البرازيل وعنده الارجنتين وعنده انجلترا، فهنا يظهر الفارق. امين، حدثنا، انت واحد من محبي المنتخب البرتغالي طبعا من اجل عيون كريستيانو رونالدو. البارحه لم يلعب، المدرب اشاد به في نهايه المباراه، قال كريستيانو محترف لم يثر اي مشكله وتقبل جلوسه في كرسي الاحتياط. عجبتني احدى الصور، المصورون عوض ان يذهبوا لالتقاط صور الفريقين توجهوا الى دكه البدلاء لتصوير كريستيانو رونالدو، لانه وجود رونالدو في الدكه يغير الكثير من المفاهيم والمعايير. امين، حدثني عن مفاتيح لعب هذا المنتخب، عن ابرز نجومه، عن ابرز اكتشافات هذه الدوره، وهل قدم المنتخب البرتغالي امس اوراق اعتماده كواحد من المرشحين لنيل لقب كاس العالم؟ صحيح أنه فاز بسداسية كاملة، ولكن مثلما قال حفيظ أمام المنتخب السويسري، لو حدث الأمر أمام منتخب كبير، أمام منتخب عملاق ذو أعراف وتقاليد في المنافسات الكبرى ربما مثل فرنسا أو مثل إنجلترا، سأؤكد لك أنه قدم أوراق اعتماده. ولكن كرة القدم ومباريات كرة القدم تختلف من حيث هوية المنافس.